وذي الحو على حسابك ندلنا اللايه هذو غير ما اللايه يدينا ربي سوره الاسراء ان هذا القران يهدي يعني يرشد يهدي يرشدنا ويوجهنا ويرينا قال يهدي للتي هي اقوم اقوم صيغه التفضيل معناه هذا القرآن يرشدنا إلى كل خير بل إلى أحسن الخير في جميع المجالات في مجال الإيمان والعقيدة من خلال تقرير عقيدة التوحيد التي جاءت في القرآن في مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقبلها الآية 255 هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبعد هذه السورة تأتي سورة عجيبة سورة الأنبياء الآية 25 ربي يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بيانا لهذا الأصل الأصيل الجامع بين جميع الكتب السماوية السابقة. صافي في المجال العقيدة الإيمان في مجال العبادة أيضا ربي سبحانه ذي القرآن يرشداغ أمشار نعبد ربي أكني وثا أكني قلزم. المجال الثالث والثلاثة اللي هو مجال الأخلاق والقيم الأخلاق والقيم خاطر المجتمع بلا قيم بلا لي فالور بلا القيم أما ذي القدر أما ذي الحياء أما ذي الكرم أما ذي الصبر أما ياكل القيم سيكاذاكي إذا الأساس متمتي أساس المجتمع هي هذه القيم التي تجمل حياة الناس إذا تمثلها الناس في حياتهم. صافي القرآن يرشد سين يعني نصرف كاع غادي ربي في سورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية هدرت على التزكية والتربية قبل التعليم. إذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أخيرا المجال الرابع هو مجال الشريعة مجال ضبط حركة الإنسان أين يعني أنت شرعيث فالشرعيث نسالغ دينين ذا شو ذا الحلال ذا شو ذا الحرام تنجرغ دا فريد كن قرني مزورة أفريد المسلمة وثكين دما. هذه الشريعة تضبط حركاتنا في جميع مجالات الحياة في الجامعة في المجتمع في السوق في التجارة في الأسرة في جميع العقود والتصرفات في جميع المجالات. شرعنا هذا هو لذلك ربنا عز وجل كي قال في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الخاتمة علاش ذكرنا اقرأ الآية الأولى باش نقراو والقراية هذه ماشي كان المس الواحد خاطئ يون يتأمل أكثر من 1000 آية في القرآن تدعون إلى التأمل والنظر باش الإنسان يعرف ربي ويعرف واجباته ويعرف حقوقه ويعيش في سلام ويحيا في تعايش وسلام مع غيره. ما إلا يون يستخدم اللاغيس أذ يوضر في ذات بلا شك أذ يوضر في ذات أذ يسين ربي وذي يسين أفريديس أفريد السلامة وثكين داما ولا يجي تسلم سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم باش الإنسان لفذا غادي تسوغال سوا لربي سبحانه راسط في النفوس غير النجاة غير السلاك أذي يعيش ذي الدوني ثكن قرني مزورة ثم عشت اللي سر وذا غذي الآخر أذي يعيش ذي لهنا ذي ثالويث خطر الدنيا ولما غزفت وزلت الدنيا قصيرة ولو طالت ولا يجوز أن نقصرها فهي أقصر من أن نقصرها والآخرة هي دار القرار. ذخم اللفظة وكندينا ومذياز إن يستسد المس الحرف الباء تفاد الهلاك السبة وراس الزمير من الطبة أرسل بابن القبة يعني المثل مثاكو
تسد المس الحرف الذال السيسمور يلي البذال في الهزي غلات السعدة الفقرة كذا الغني الميدا سينا تسد المس الحرف الضاء لحظة خدم الفريضة خطر التركات وكل الأمور المادية التي قد تكون سببا في النزاعات والخصومات بين الناس. ربي قال لنا هذيك التركات اللي راكم تنازعوا عليها وهذيك الأموال وربما لأسباب كثيرة والطمع وغيره، قال لك هذه كلها ستترك، ما يبقى غير الصح، وربي هو اللي يورثها في النهاية، ولله ميراث السماوات والأرض. مع انتهى هذا قول الشاعر بالأمازيغية إميديغ ديالنا إن تسد المس الحرف الضاء لحظة خدمة الفريضة لنا سيلا يسيفضا إلى قصفر القضاء وما الدنيث ذي الفاني صلت في النبي الطاهر من سنة باب الشفاعة فقصتنا المسزغ ثوعر أشحالي فردان الساعة إجفغو يغزي في العمر لابد دور الساعة. سجل السوضن الآية الأخيرة التي أنزلت في القرآن الكريم هي الآية 281 من سورة البقرة. شو دينا ربي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ثسنقلوا ذي ثغل ربي سبحانه كل يوم نزرع ذي الدنيث أثي غلث ذي الأخرث. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا وألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.